السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وزي ما شفتوا بقى الفيديو اللي فات معايا اللي انا كنت فيه عند بيت بابا وبعدين نزلت اسماعيلية بالليل، قلت بقى ايه، اشتري شوية خضار وطلبات للبيت كده عشان كان ناقصني حاجات كتير قوي. وزي ما انتوا شايفين معايا التلاجة تضرب تقلب يا جماعة. انا مش عارفة اقول لكم ايه. بصوا بقى، كل حاجة واي حاجة في اي حتة وفي كل حتة يعني. مش هتكلم، المنظر بيعبر طبعا عن التلاجة واللي فيها من جوه. اكياس بقى وعلب وكل حاجة باقية محطوطة في علبة وبواقي اكل ودرج التلاجة فاضي ودرج تاني فيه حاجات كتير انا مش عارفة هي ايه. فقلت بقى اما افضي معاكم التلاجة، قلت بدل ما ارص الحاجة في التلاجة كده زي ما هي، خليني بقى اشوف الايه الحاجات اللي في التلاجة، ايه اللي ليه لازمة، ايه اللي ملوش، ايه اللي يتحط، ايه اللي يتشال، واروق التلاجة كده واظبطها واخليها ايه، ترجع تاني. طبعا مش هقول لكم بقى هرجعها تلاجة عروسة والكلام ده، لان مفيش عروسة يعني. عروسة مين يا عم الحاج؟ ده انا عندي شحوطة في البيت ما شاء الله، يعني لو رصيتيها نص ساعة هتطلع لك ابشع من الاول. فالمهم يعني على قدر الامكان وقدر المستطاع اللي بترتب التلاجة قوي وتفضل محافظة عليها، اللي بتبقى ايدها لوحدها في التلاجة. انا ما شاء الله ايدي ومعايا 200 ايد تانية بتدخل جوه التلاجة، فاستحالة احافظ عليها برصة معينة او بترتيب معين، او يعني ممكن ادخل انام بالليل اصحى الاقيهم ما شاء الله نكشنها، مش مبهدلينها، لا هم بينكشوها. عارفين نكش الفراخ؟ بينكشوها نكش فراخ يا جدعان. فالمهم عشان انضف التلاجة، طبعا سفنجة ناعمة خالص طرية كده، وحطيت طبق شوية خل وشوية اللي هو الصابون السائل بتاع المواعين، مش اكتر من كده. الخل بينضف طبعا التلاجة وبيشيل اي روايح فيها، وصابون المواعين حلو بينضف عشان ما نعملش اي روايح باي صابون تاني في الغسالة في التلاجة. فزي ما انتوا شايفين، وحدة سفنجة ناعمة كده عشان ما نجرحش بيها التلاجة. بدأت بقى أفضي الحاجات اللي فيها وأبدأ أمسكها حتة حتة، يعني أدعكها كويس وأنضفها. في حاجات كانت بتبقى في طبق، كيكة معرفش ايه، تتحط في التلاجة فتلزق في ظهر التلاجة من ورا، فسايبة بواقي عاملة بقعة هنا بقعة هنا. المهم بعد ما غسلتها وخلصتها، جبت القماشة دي أو الفوطة وخليتها كده فيها مية بحيث ان تبقى تشطيفة للتلاجة، بدل ما أكب مية فيها والكلام دوت. أنا مبحبش أكب مية خالص في التلاجة. بايدي الفوطة دي مندية يعني فيها مية بزيادة كده. وبصوا، غسلتها ونضفتها او شطفتها مرتين بالفوطة. وهنا بقى هيبقى اخر مرة، دي بتبقى تعقيم للتلاجة، شوية مية صغيرين واحط عليهم شوية خل حلوين كده، وبالفوطة بقى اعصرها كويس قوي، وامسح بيها التلاجة من جوه في كل زاوية وفي كل حتة. الخل حلو قوي يا جماعة، بينظف التلاجة وبيعقمها، بيشيل اي ريحة وحشة فيها. يعني بصراحة الخل حلو قوي، ملكوش دعوة بالمنظر اللي ورا. طبعا دي الحاجات اللي جوه التلاجة والحاجات اللي انا جايباها، والعيش بقى اللي على المطبخ. انا حطيت كل حاجة على الرخامة وعلى الترابيزة اللي ورايا. وبدأت هنا بقى اجيب التلاجة من بره كمان ومن فوق ومن جوه. خلصت التلاجة وسبتها مفتوحة كده تتهوى بقى وتطلع اي ريحة فيها، مع ان الحمد لله ما كانش فيها اي ريحة يعني. اللي بتشتكي ان تلاجتها فيها ريحة، حتة فحمة صغيرة حطيها في باب التلاجة، هتشيل اي روايح في التلاجة معاكي. جبت بقى الرفوف دي زي ما انتوا شايفين، وبدأت برضو بنفس السفنجة الصغيرة ديت، اغسل بيها الرفوف دي عشان خاطر ايه، احافظ عليها برضو ما تتجرحش، ولا قدر الله حاجة تبقى جامدة تكسرها تعمل فيها حاجة. الحاجات دي ما عادتش بتيجي بالسهل دلوقتي، كمان قطع الغيار ممكن ما تلاقيهاش لان اغلب الحاجات دي بتبقى مستوردة، فممكن ما تلاقيهاش. فحافظي على قد ما تقدري. كنت عايزة اقول لكم على غلطة تانية انا عملتها في تلاجتي، ونصيحة لكل حد ما يكررهاش. انا لما رحت اشتري التلاجة دي، كان نفسي قوي في اللون النبيتي ده، اللي هو نبيتي في اسود او المخطط عامل زي الازاز ده. المهم قعدت طالباه، ففضلت فترة طويلة طالبة التلاجة، يمكن شهر. وانا كانت تلاجتي التانية بايظة خالص، كانت مبهدلاني صراحة. فقعدت فترة طويلة لما اتصلوا عليا وقالوا لي التلاجة جت، يعني لان اللون غلبهم شوية، مع اني لو كنت اعرف كده والله كنت جبت اي لون. المهم رحت وعجبتني التلاجة وجبتها وتمام.
وبعد ما قعدت عندي في البيت أنا ما أخدتش بالي، اكتشفت إن التلاجة يا جماعة من الحاجات اللي بتبقى في العرض. عارفين يعني إيه في العرض؟ يعني أمّا بتروحي معرض بتلاقي حاجة قدّامِك، بُصّوا أنا مش عايزة أقول لكم بتتفتح ييجي 200.000 مرّة في اليوم. الحاجات دي بتأثّر من عُمر الحاجة جدًا، يعني سواء تلاجة، سواء غسالة، سواء شاشة، سواء أي حاجة، ما تجيبيش حاجة من العرض، ما تجيبيش حاجة حتى لو هيدّيكِ عليها خصم. أنا والله، والله بسعرها وبزيادة، قال لي: "لإن مش موجودة، فأنا جايبها لِك معلش هتدفعي زيادة." ودفعت زيادة عليها لمجرد إن أنا بس وصلت للحاجة اللي أنا عايزاها، اللون اللي أنا عايزاه أو حاباه. لكن للأسف التلاجة كان فيها رف مشروخ كده، ورف تاني مكسور خالص، فأنا قُلت له: "لأ." قال لي: "لأ ده هو اتكسر منِّك." المهم من هنا لهنا جاب لي الرف المكسور، المشروخ لسه زي ما هو في الفريزر من فوق مشروخ، الجلدة بتاعة باب التلاجة من تحت، أنا التلاجة دي ما بقالهاش كتير عندي. بُصّوا دي الساندوتشات اللي أنا جبتها امبارح وباقول لكم بناكل معاها فلفل كده. بُصّوا هاخلّص لكم الموضوع ده، بس أنا جِبت الحاجات بتاعة التلاجة غسلتها وحطيت في طبق برضه مَيّة وخل، وعقّمت الحاجة بتاعة التلاجة تاني، هنا برضه بنفس مَيّة وخل وباعقّم كل الحاجات اللي كانت موجودة في التلاجة. المهم قُلت لكم بعد عناد معاه ومشاكل طويلة جاب لي الرف اللي مكسور، جزاه الله خير، الرف التاني المشروخ قال لي: "لأ أنا آسف أنا هابدِّل لِك واحد بس." وجابه لي بعد يمكن 3، 4 شهور كمان طلّع عيني. فنصيحة مني تأكدوا إن الحاجة أول استخدام أو ما كانتش محطوطة في العرض ضروري ضروري ضروري. الحاجة يا جماعة بيقل من قيمتها جدا، بيقل من عمرها جدا جدا جدا، مش عايزة أقول لكم النص كمان من عمر الحاجة بيقل، في سبيل إن انتي بس إنها اتحطت في العرض. انتي تخيلي انتي ما بتدخلي معرض بتفتحي الحاجة اللي فيه كام مرة، بتفتحي التلاجات كام مرة، بتفتحي الغسالات كام مرة، بتفضلي تشدي في ده وتفتحي في ده وتشدي في الدرج وتفتحي في الدرج. حتى الجلد بتاع التلاجة اللي بيقفل هي الحمد لله كويسة نوعًا ما، بس يعني نصيحة مني لأي حد ما تشتريش تلاجة من عرض أبدًا، أبدًا، أبدًا لو هيدّيكِ عليها خصم، أبدًا. طبعًا دي الحاجات اللي كانت في التلاجة عندي، أنا مقهورة من الموضوع ده سامحوني. الحاجات اللي كانت في التلاجة عندي رتّبتها كلّها كده، طبعًا عندي فيجيتار وعندي شوية سحلب وعندي عصير وعندي صويا صوص وعندي بقى دي حاجات بتاعة الكيكات موجودة عندي. بُصّوا حاجات بقى كتيرة أوي، أنا أي حاجة من الحاجات دي باحتفظ بيها في التلاجة عشان تقعد فترة طويلة مش يجرى لها حاجة. فزي ما أنتم شايفين كده أنا بارُص الحاجة أهو قدّامكم، وده الرف بتاع التلاجة أنا ما كنتش طلّعته، فطلّعته وهو نضيف يعني مش محتاج غسيل أوي، فجِبته برضه وشطفته كده إيه، بشوية مَيّة وخل زي ما أنتم شايفين. عملت بقى كوباية نسكافيه كده وقُلت إيه، أشربها وأنا شغّالة. خلاص الحاجات دي نشفت كده، الكلام ده كلّه كان بالليل يا جماعة. بعد ما جينا من السوق قُلت لازم بقى أروّق التلاجة وأضبّطها، الواحد بيرتاح أوي لمّا بيبقى وراه حاجة في البيت ويخلّصها، بتحسّي إن أنتِ يا سلام الدنيا كده ارتاحت من على دماغِك. فزي ما أنتم شايفين كده معايا بدأت أرُص بقى الحاجات في التلاجة تاني، أرجّع الرفوف بقى مكانها. خدي بالِك وأنتِ بترجّعي رفوف التلاجة إن بيبقى ليها تَكّة معيّنة أو دخلة معيّنة إيه، تدخّليها بيها عشان لا قدّر الله ما يتكسرش رف أو حاجة. باحاول برضه أنشّفها كويس أوي ما يبقاش في حاجة إيه فيها. جينا للخضار، هنا عندي البصل الكيلو ونُص ب10، البطاطس في الكيلو الكبيرة الكيلو ب10 اللي هي بتاعة القلية، وفي بطاطس تانية الكيلو ونُص بتبقى صغيرة شوية اللي هي للسلق. جِبت هنا باحط فوطة كده تحت الطماطم وبافضّي الطماطم، أنا ما باغسلش الخضار، أنا باغسل الخضار أول ما باطلّعه من التلاجة، يعني باجيبه من السوق باحطه زي ما هو ما باغسلوش. لإن أنا بيت عيلة يا جماعة، أنا ما باجيبش كيلو، أنا باجيب ما شاء الله بال5، 6 كيلو يعني. نصيحة كمان للطماطم لمّا تجيبيها هاتيها في كيسين، ما تجيبيهاش في كيس واحد لو بتجيبي كمية. الخيار ب10، الفلفل ب10، إيه تاني، الفلفل الحراق الأحمر اللي أنتم شفتوه دوّة ب25، أنا جبت نُص كيلو بس. البتنجان ب10 والكوسة ب10، عندِك الجزر برضه ب10، الليمون ب20. بُصّوا تحسّوا الأسعار موحّدة كده. مش عارفة في إيه، طبعًا الفلفل زي ما قُلت لكم ب10، ساعات كنتم بتروحوا عند ناس تلاقوه كمان ب12. المهم دي أسعار الخضار يعني، هتلاقي أغلبها ب10 وأنتِ ماشية.
جبت العلب دي وقُلت أحطها في التلاجة، بس الحاجات الصغيرة اللي تنفع تدخل في علب باحطها، اللي ما تنفعش باخلّيها زي ما هي في أكياسها، لإن أنا يا جماعة زي ما قُلت لكم بيت عيلة، أنا مش فردين قاعدين، فأنا هارُص بقى الفلفل فلفلاية، فلفلاية، وأرُص بقى مش عارفة إيه، لأ أنا ما شاء الله يعني ربنا يزيد ويبارك يا رب، ويحميهم الولاد ويحفظهم. الخضار بيبقى كتير، بيت عيلة يُعتبر، الهلك فيه زايد. ده عندي فاصوليا كانت جاية لي يعني من عند عم جوزي، فزي ما أنتم شايفين كده. آآ ودي بسلة، الكيلو تقريبًا والله ما فاكرة ب15 أو ب20 حاجة زي كده. آدي بقى الخضار معايا زي ما أنتم شايفين، رصيته رصة حلوة على قد ما أقدر برضه، وقُلت بقى إيه هادخّله في التلاجة كده إيه، عشان الحاجة نوعًا ما تبقى مرصوصة. أنا ادّوا التلاجة دي بقى يعني مش هاقول لكم يومين، لأ يومين كتير عليها، ادّوها 24 ساعة، والله أقل، مش هتلاقوا حاجة من الحاجات دي في مكانها. بُصّوا، ربنا يخلّي الولاد في البيت نعمة يا رب يحفظهم. ما شاء الله اللي داخل واللي خارج، عايز خياراية، عايز جزراية، عايز قرن فلفل، عايز مش عارفة إيه، هتلاقي كل حاجة بطن التلاجة دي بتطلع برّه. هنعمل إيه بس، ربنا يحفظهم ويخلّيهم ويحميهم يا رب و ويهديهم، اللهم آمين، ولادنا أجمعين. وآدي بقى التلاجة بعد ما راقت نوعًا ما، زي ما قُلت لكم دي تلاجة عيلة. بُصّوا الأكياس بقى ورا، أنا مش عايزة أوريكم المنظر ورا التلاجة عامل إزاي. هنا بقى كنت جايبة معايا فاكهة، قُلت برضه أحطها لهم كده إيه، عشان لمّا بتفضل في أكياس بتبوظ، فقُلت أخلّيها على المطبخ اللي عايز حاجة ياخدها. كنت جايبة برتقان، تقريبًا البرتقان كان الكيلو ونُص ب10، ال اليوسفي الكيلو ب10، ده البلدي يا جماعة. الموز كان ب15 تقريبًا، وفي كان الأصغر شوية ب12.5. وهنا بقى كده أكون وصلت لنهاية الفيديو، يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس.